شنو الفرحه الان للسيري على مستوى المدرجات. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بهذه الصوره. هذا البكاء بكينا جميع، ولكن اليوم كان بكاء فرح كبير. منتخب مغربي يحمل كل عمل العرب، منتخب مغربي إرث كروي بشهاده التاريخ، منتخب وطني مغربي لطالما صال وجال وسألوا عنه كبار اللاعبين، منتخب مغربي بعراقته بجماهيرته بالحب الكبير الرايه ولقميص المنتخب المغربي. ابنائه من كل بقاع العالم جاوا وساندوا المنتخب الوطني المغربي. اذا بعزيمه الكبار، بعزيمه الابطال، فريق وطني، فريق قوي. كنقول ما حقه اليوم المنتخب المغربي، يعني انجاز وانجاز كبير. كما قلت منتخب رفع الهمة، أديتم المهمة بنجاح، فخور بمنتخبنا، فخور بلاعبينا، فخور بأدائكم، بتضحياتكم، باستماتتكم، بتشريفكم للكرة المغربية، الكرة العربية والإفريقية في أكبر عرس عالمي. شكرا لكم، شكرا لكم أيها الأبطال لما قدمتم من روح وطنية وغيرة على قميص النخبة المغربية. القادم إن شاء الله غتكون أحسن، وصلنا الربوع بإمكاننا نوصلوا الدور النصف النهائي، سيكون أحسن وأفضل، والمستقبل أمامكم والمغاربة من ورائكم، فلا تبخلوا عنا بالمزيد لنصنع أفراح شعب محب لبلده، لوطنه، لملكه، ودائما وراء أبنائه كي يقودوا ملحمة رياضية تشرف كل الأفارقة، كل العرب. كنا نبقى نتحدث حتى الصبح، لا أعتقد بأنه غادي نعطي لهاد اللاعبين الحق ديالهم اليوم. فكنا فخورين بهذه الصور، كنا فخورين بهذا الإنجاز، سيكتب في التاريخ بمداد من الفخر والاعتزاز. في إطار مغربي، فرحة كبيرة، فرحة كبيرة للجمهور المغربي. صراحة ما نتابعه اليوم يعني يفوق كل التوقعات، يفوق كل ما يمكن حلمنا به. حلمنا بالدور الثاني، حلمنا بالدور الثمن النهائي، ولكن اليوم حنا في الدور الربع النهائي وبامكاننا نمشيو بعيد. اخرجنا كبار المنتخبات، اخرجنا منتخب بلجيكا والثاني على مستوى العالم، كنا ند لند مع منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم، وكذلك اليوم امام منتخب اسبانيا، منتخب من اقوى المنتخبات، هو الفائز بكاس العالم 2010 بجنوب افريقيا. من حقكم تفرحوا اليوم، من حقكم تخرجوا، من حقكم انكم ترفعوا الرايه المغربيه بهذا التالق، بهذه الصوره، بهذا الابداع ديال الحكيمي وباقي اللاعبين. نتابع ضربات الجزاء، ضربات اعصاب، ولكن منتخب وطني مغربي يعني كانت كل الامال موضوع عليه، باعتبار بان كان هو المنتخب الوحيد اللي بقى بالنسبه لكل العرب، والكل راهن على المنتخب المغربي بعد خروج منظم البطوله المنتخب القطري، بعد خروج المنتخب السعودي، وكذلك بعد خروج المنتخب التونسي. راهنتم على المنتخب المغربي وربحتم الرهان، ربحتم رهان العناصر الوطنيه بفرحه كبيره. لاحظوا الفرحه، فرحه ديال المنتخب الوطني المغربي والصوره جميله. انجاز كبير سيحسب للجميع، كذلك للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم صراحة، للأجواء المثالية اللي خلقتها بالنسبة للمنتخب المغربي ولكل من ساهم في هذا النجاح. وليد الركراكي فعلا الأمر محير، ولكن حققت المعجزات وحققت يعني ما كنا نصبو إليه مع منتخب شاب، منتخب سيقول كلمته. هذا بكاء يعني لا أعتقد أنه المنتخب الإسباني يبكي، لأن ما واجهه اليوم واجه منتخب كبير، ما واجه اليوم واجه أبطال، ما واجه اليوم واجه السماتة، ما واجه اليوم واجه لاعبين، فكل لاعب كنا كنلمسوا انه فيه 11 لاعب. الجماهير المغربيه مازال حاضره هنا بملعب المدينه التعليميه والعاصمه القطريه الدوحه، التي لن تنام اليوم على ايقاع هذا الانجاز. انجاز كبير للكره المغربيه، انجاز كبير للكره العربيه والافريقيه. الرايه المغربيه الان مرفوعه، الرايه المغربيه الان حاضره، والفرحه ديال زياش وديال حكيمي. شكرا لزياش، شكرا لبونو، شكرا لمزراوي وأنكارد وسيس، شكرا لحكيمي واملاح واناحي، شكرا لبوفال والسيري وزياش، شكرا لمحمد والتاكناوتي وحمد الله والزروري، شكرا لصابيري والشاعر وبوخلال، شكرا للزلزول اليميق وداري، شكرا لشديره، شكرا لخنوس وبانون وعطيه الله ومازال عطيه يعطيه، وشكرا ليحيى جبران. كل شكرا لكل من ساهم في هذا الانجاز الكبير. اذا بعد الصور، بعد الانجاز، بعد الفرحه، اودعكم، واكيد بان غادي نبقاو معكم دائما في التغطيه المتواصله. هنيئا هنيئا هنيئا. تفاعلت اكثر انه كان انجاز كبير وكان يستحق ذلك، وكنا يعني اعلق صراحه بالقلب واعلق بالوجدان، وكان صعب انه
يمشي معي في الاخر راضي نفعنا بونو.